السلام عليكم. أنا عزيزة من مدينة بني ملال. قصتي غتبدا ملي كانت عندي 24 سنة، ملي توفى راجلي وخلى ليا جوج وليدات، رضا 4 سنين ووليد عامين. خلاني غير في ديور الكرا، ما خلى ليا لا نتريت وما خلاني انا لا خدامه لا والو. كان خدام مسكين غير تيبيع الخضره وكان هازنا، غير جاه الموت المفاجئ ومات الله يرحمه، وخلاني انا مسؤوله على وليداتي. ما عندي لا حباب لا اللي غيهزهم معايا، ورثت منه غير هذيك الكروسه ديال الخضره. ايوا عريت على كتيفاتي ومشيت تنبيع في المارشي تا انا دايره راسي من روس الرجاله، وخدمت على وليداتي، ضربت التماره وضربت الكرفي وكافحت وسهرت وتعذبت. نمشي قبل الفجر المارشي الكبير، نتقدى الخضره بالكرو ونجي دافعه في هذيك الكروسه على رجليا، وباقي الليل طايح وباقا الظلمه، كي الشتا كي الصيف. كافحت واحد الكفاح الرجاله الشلاغميه ويغلبهم باش نربي وليداتي بجوج، وفعلا ربيتهم احسن تربيه وقريتهم احسن قرايه، وخرجوا صالحين فالحين الحمد لله. والحمد لله بهاد بيع الخضره درت دويرتي مستقله، بنيت غير السفلي. وفاش وليداتي كبروا وخدموا، رضا خدا البروميير ايطاج بناه وصلحوا وفرشوا، ووليد الصغير خدا الدوزيام ايطاج حتى هو بناه وصلحوا وفرشوا باش يتزوجوا فيهم. ناض ولدي الكبير رضا بغى يتزوج، وكان تيعرف واحد البنيه تمايا في حومتنا، وبحكم انها كانت رابطه معاه علاقه، انا غير راسي وما قال لي، قلت هذه ما مزياناش مادام انها ربطات مع دري علاقه. قلت لا نجوج بنتي شي وحيده تكون قطيطه مغمضه، تكون بنت دارهم. فاش قلت لها وليدي راه ما غنجوجهاش لك، قال لي اللي بغيتي اميمه ديري اللي بغيتي. مشيت للعروبيه واختارت لي واحد البنت باقا صغيره من العروبيه، يلا عندها 17 عام. قلت هذه هي القطيطه المغمضه، غنربيها على يديا ونسيرها على عاداتنا وتقاليدنا. هذاك الشيء اللي كان، جبت هاد القطيطه المغمضه جوجتها لولدي. كان الدار بخوميغ ايطاج هي دارو، ما تيفرقنا غير النعاس. ها هي تتشقى معايا لتحت وجالسه معايا، والنعاس اللي تيفرقنا. سيريا ايام وجي ايام، داز واحد العام ونص ولدات بنيتها البكره. ايوا تما جيو تشوفوا يا حبابي، تما فين تسيفات ليا هذيك القطيطه المغمضه ولات غول بقرونو بنيبانو. هذيك بنت العروبيه اللي ما فاهمه والو ما عارفه والو، ولات تتعرف اكثر مني ومطوره اكثر مني واكثر من بنات المدينه، ولات مجبده ودارت فيا دورة الزمان الغدار. خلقت الاسباب والمشاكل باش تعزل عليا وتولي بوحديتها وما تبقاش تهبط عندي. والله تعطيني السم كي العقرب وكي اللفعه، ما تحشم ما ترمش، لا قلت لها كلمه تقول لي 10. وحتى ولدي رضا ولد كريشتي اللي كان مرضي وكان مهدي نساني وتبعها ومشى في صفها، حتى هو ولا يقول لها جلسي الفوق ويجيب لها التقديه ويدوزها من عليا ويطلعها ليها وعازل ليها. فاش تنقول لي شنو هادشي وليدي، راه عندي غير انت والله، راه ما ربيتكش وكبرتك باش تعزل عليا وتعزل مونتك عليا وتخليني انا بوحدي. تيقول لي الوالده تيقار مزيان، ها وليدي تيقار على مهمتك اللي رباتك وكافحات عليك ودوزات عليك السرويات والبرد والشتا عليا. وليت انا وولدي كي الجيران وتتكون في قلوبهم الرحمه وتيتشاوفوا وتيتزاوروا. ولدي ما يشوفني ما يزورني، يمشي في الصباح مخبي عليا ويرجع في العشيه مخبي، ويطلع قفافه ويطلع تقديته ويطلع ديسيره ويطلع لحمه ويطلع كل شيء بالتخبيه عليا. مراتو القطيطه المغمضه وليت نشم فيها طيب الشهيوات وما تهبط ليا ما تذوقني، نتلاقى معاها في السطح ما تكلمني ما تهضرني، نبغي نبوس هذيك البنيه ما تخليني تمنعني. هذه هي مرت ولدي القطيطه المغمضه بنت دارهم الصغيره مولات 17 عام، اللي جبتها ما عارفه والو من الباديه. هذه هي اللي قلت غنربي على يديا، هي اللي رباتني على يديها. تنمرض ونطيح مريضه بالاسبوع بالاسبوعين، ما تهبط عندي ما تطلع ليا ما تقول لي كي بقيتي. ولدي يدوز من حدايا وما يقول لي كي بقيتي مهمتي، وما يجيب لي حتى حكيك ديال دانون، ما لقى لي يصب ليا ما لقى لي يعومني. وبقيت انا ووليدي الصغير وليد اللي صار من خو غير بعامين. وصلت هو سن الزواج وبغى يتزوج، قال لي الميمه راه بغيت نتزوج. قلت ليه ولدي واش تعرف شي وحده؟ قال لي ميمتي انا تنعرف واحد السيده ولكن خفت نقولها لك وما تبغيهاش. قلت ليه غير قول. قال لي فلانه كانت واحد بنت حومتنا
مجوجة ومطلقة وعندها وليد باقي صغير عنده هذيك 4 سنين. وكانت سيرتها شوية ما زويناش، ولكن انا قلت ليه ولدي واش بغيتيها؟ قال لي يا همي انا بغيتها، وديك الهضره كاع اللي تتسمعي عليها في الزنقه راه ما منهاش، راها معقوله ومزيانه، وزياده على هادشي راني تنبغيها. قلت ليه ولدي توكل على الله ونمشيو عندها. علاه انا باقا نعاود نقلب على القطه المغمضه؟ علاه انا باقا نعاود نقلب على وحده ما عارفاش من الباديه؟ انا نجيبها له واخا سيرتها ما مزياناش، حتى لما دارتش معايا مزيان ودارت فيا، على الاقل نربح واحد الاجر ونكون زوجتها واخا عارفاها ما مزياناش، وندي اجر بيني وبين الله وندير فيها خير تجمع راسها وتجمع داك الوليد ديالها. وفعلا مشيت خطبتها لولدي وجبتها لداري. ولكن الصدمه الكبيره يا البنات، الصدمه الكبيره هذه اللي كانت سيرتها ما مزياناش، وكانت من زنقه ديها لزنقه، وكانت خدامه على وليدها غير في هذيك الطريق، صدقات لي احسن مرة واحسن عروسه. ما تتخلينيش نحط يدي على الحمي، تا من شعري تهبطوا ليا في الحمام، حوايجي تلبسهم ليا، الشقه تشقاه ليا، تصبيني تصبنوا ليا، الاخرى كانت تتعزل تصبيني تحطوا ليا في الشبكه وتصبن تصبينها وتصبين راجلها وتصبين بنتها، وتصبيني تحطوا ليا في الشبكه تنوض نتفتف ونقفقفوا ونصبنوا راسي واخا نكون مريضه. هذه اللي سيرتها ما مزياناش هي اللي جمعت ليا ولدي. ولدي كان مبلي قطعت ليه البليه، ولدي كان تيفزق في الفلوس، جمعت ليه يدو وكساتو وقنقاتو وصايبات ليه دارو وتولاتها، وتجلس معايا في الدار ما طلعش لدارها حتى تيجي راجلها وتتبغي تنعس عطل عليها، وغير تفيق على الصباح تهبط عندي انا الاولى، دير ليا الفطور عاد تفيقني، تجيب لي نغسل وجهي لعندي حتى لناموسيتي، تجيب لي دوايه وتجيب لي فطوري، وكل شهر عندي بالحناني وبالنقيش، ومهليه فيا ودايره ليا اكثر من العروسه. الحاجه المخيره تخبيها ليا، الديسير تعزل الحاجه الزوينه وتخبيها ليا، الماكله الزوينه تعطيها ليا، مهليه فيا اكثر من وليدها اللي ولا جالس معانا، وتشاورني في الكبيره والصغيره ودي بشواري، وانا الاولى نتخبر وانا الاولى نتشاور. اما هذيك القطه المغمضه كانت الحاجه ديرها حسي مسي عليا، تولد حامله وما تقولش ليا، تمشي للطبيب يقول لها راك واحله في راسك وما تقولهاش ليا، حتى تتبدا تكبر كرشه عاد تنعرفها. هذه مسكينه ابسط حاجه عندها تتعرفني بها انا الاولى. ايوا هادشي اللي بغيت نقول لكم تشوفوا الفرق بين القطه المغمضه وبين اللي رجليها خارجين من الشوارع، بين العروبيه بنت دارهم وبين هذه اللي مسكينه ضربوها الزناقي وتلفات بين الزناقي. هذا هو الفرق بين القطيطه المغمضه العروبيه وبين هذه بنت الشوارع، هذه اللي الدلفقات، هذه اللي خدمت على وليدها في الحلال وفي الحرام باش تربيه. هزاني تاج فوق راسها، معزاني ومكرماني ومحنه قلب ولدي فيا، ديما تتقول لي امك تهلا فمك، جيب لامك، اعطي لامك، مد لامك، راه هادشي اللي عندك دير ذات امك. اما هذيك القطه المغمضه الحاجه المخيره تخبيها عليا، تعطيني غير الشيطه ديالها. وولدي رضا زغبول الله لا دق الباب وداز عندي انا الاولى قبل ما يطلع عندها، توريه ودير معاه نهار، تقول ليه شنو دخلتي الماء قبل ما تطلع نشوفك، ديما حاضيه معاش غيجي باش يطلع عندها هي الاولى. ما عرفتها شنو دارت لوليدي، عمى من جهتي، العين اللي تشوف من جهتي عماتها ليه، واش من ربي ولا منها هي. ولكن اللهم لك الحمد، الحمد لله عوضني ربي، ما ولدتش البنيه وعوضني بهادي. هذه اللي كانوا تيقولوا عليها خارجه للطريق وسيرتها ما مزياناش، انا حامده الله وشاكره بها، ولات مرا ونص جامعه دارها ومتوله ومقاده، ولو كان لقيت عويناتي نعطيهم ليها. هي اللي هزاتني في مرضي، هي اللي معاوناني، هي اللي منساني، هي اللي كاينه بيا دابا، واخا درت فيها خير ولكن خيرها اكثر من خيري، وانا تانا نحطها تاج فوق راسي. هذه هي مرت ولدي، معزه ومكرمه عندي كيما معزاني ومكرماني. وبغيتكم اخواتاتي قصتي تاخذوها درس، وما تقلبوش على القطيطات المغمضات راه تيتسيفوا، وما تقلبيش على بنت العروبيه، خليها لي من سهمها، خليها تبقى عند العروبي اللي غيعرف ليها. مولداتكم اللي كابرين في المدينه شوفوا ليهم هذيك اللي تعرف، هذيك اللي تتكون رابطه معاها علاقه وباغيه وباغيها، وما تحرميهمش من بعضياتهم، وربي غيعوض لك. ولا ما كاع كانوش معاك مزيانين على الاقل غتاخدي واحد الاجر فيهم. وكانت هذه هي قصتي بين عريساتي، لي وحده قطيطه مغمضه
أو وحدة بنت الشوارع، بنت الليل الفاسدة، ما قالوا عليها، ولكن أنا حامدة الله وشاكراه بها. وشكرا لختي فتيحة لاله فتيحة اللي حلات قلبها وحلات قناتها باش نعطيكم هاد النصيحة. قصتي بغيتكم تاخدوها للعبرة، ما عندها ما باش تفيدكم غير انكم تعتبروا منها. واللي بغات تزوج ولدها تخليه يتزوج هو اللي بغى، وما تقلبش ليه على هي اللي بغات. وإلى هنا نخليكم مع لاله فتيحة شنو غتقول لكم. السلام عليكم الكبيدات ديالي، كي دايرين مع الصحة؟ توحشتكم بزاف والله العظيم، توحشتكم والله العظيم، ما شدنا عليكم، غير الاقوى والشديد هو اللي شدني عليكم. كي داير مع الصحة، كي داير وليداتكم والديكم وما عز عليكم؟ ايوا الكبيدات ديالي يا وليداتي، شكون اللي باقي ما مشاركش؟ حتى نشوفكم شكون اللي ما مشاركش. اللي باقي ما مشارك يدير واحد الاشتراك، واحد المتابعة فضلا منكم وليس امر. وشكرا لكم بزاف، وشكرا وليداتي وبنياتي على التعاليق الزوينه المحفزه اللي تتعجبني. وتنتمنى نلقاكم هذا الفيديو وتسمعوا لهاد القصه ديال هاد الاخت، راه مسكينه عجبتني بزاف هاد النصيحه اللي عطاتكم. وما تفرقوش بين جوج قلوب، اللي بغى يتزوج من وليداتها باش ما بغى تخليه، وراه ما كايناش وحده مزيانه وحده خايبه، راه شدوا ما عطاك الله. وهاد القصه ديال هاد الاخت مسكينه راه تنشوفوها في الحياه المعاشه ديالنا وتنعيشوها عند الاقارب ديالنا، عند جيراننا، عند احبابنا. كل واحد عنده هاد النوع هذا. وتنطلب من الله سبحانه وتعالى يلاقينا مع بنات الحلال، ويلاقي ولاد الحلال مع بنات الحلال، وبنات الحلال مع ولاد الحلال، وله لا يضرنا في وليداتنا، وله لا يضر وليداتنا فينا يا رب العرش العظيم. وإلى هنا كبيداتي وليداتي، تنخليكم على خير وبخير، وتنتمنى نتلاقى معكم في قصة جديدة وانتم في أحسن الأحوال وبصحة جيدة، وإلى اللقاء بكم.